السلام عليكم. أنا مواطن من مدينة تطوان، معتقل سياسي، وأنا غير متهم بالسياسة، ما عندي علاقة بالسياسة، أنا بعيد واحد الإنسان على السياسة، أنا إنسان ما عندي حتى شي علاقة بالسياسة، ونتهمت بالسياسة وشبعوني اعتقلوني ظلما، ما عملت حتى شي حاجة، عباوني يحكموني بواحد الشهور الحبس، والوقت اللي عباوني للحبس كنت أنا خدام مع الوالد ديالي، والوالد ديالي كان كيعتمد عليا، خدام وقف مع واحد الشراكه، وانا كنت النائب ديالو كنوب عليه، وجات واحد المرطه راجل مرات بقى كيزيد نعس في الفراش، بقيت انا اللي كنقابل له الشغل، اعتقلوني داو لي الوالد زاد اثر عليه ديك المرطه، هو اللي زاد تحققت ديك الدخله ديالي على من السجن. ملي بقيت انا في السجن واحد 3 شهور جاني خبر الوالد توفى، وملي خرجت انا من الاعتقال كملت الشهور، خرجت برك الوالد توفى من 3 شهور، فاتني ب 3 شهور، زيد تامور الحمد الوفاه ديالو. ملي خرجت من الزنقه كملت السجن ديالي، اجبر راسي العمل، مشيت للعمل نطلب العمل، جبرت الوالد توفى، وديك الخدمه صافي الشركه دخلت فيها واحد اخر، وانا عندي الورق ديالي، عندي كخاصيه الشركه، عندي 7 سنين الخدمه اللي عندي معاهم، الحجاج معايا حاليا، الحجاج معايا قدمتهم لهيئه الانصاف والمصالحه في الملف، والشركه قالت لي صافي انت ما بقيتي كتسال حتى شي حاجه، ما غادي تخدم شي الموطا دخل فيها واحد اخر. حسيت براسي انسان غريب، صبحت ملي خرجت من السجن غريب في الزنقه، لا عمل لا والد، ما عنديش السكن، ما عنديش العمل، بقيت حيران ما نعمل براسي، الدنيا كبرت عليا. ومع جات ديك الايام الانصاف والمصالحه، معنا كنت طايش حتى تطوان، ملي خرجت من السجن طشت منها، كنت خارج تطوان، ملي جيت لتطوان قالوا لي صحابي اودي راه خصك تطلع من الرباط، كاينه هيئه الانصاف والمصالحه كيعطيو التعويضات للناس اللي كازوا في السجن بحالنا حنا الامثال ديالنا. ملي طلعت الطلب ديالي قبلوها مني هيئه المجلس الوطني الاستشاري لحقوق الانسان، قلب مني الطلب ومضى ليه وهوت في حالي، قلت واحد المده شي 3 شهور ولا 5 شهور، وما يصيفطوا لي البريه هيئه الانصاف والمصالحه. ملي صيفطوا لي البريه قالوا لي كملنا اللوازم، الوثيقه السجن فين تعتقلتي، وشحال المده اللي تعتقلتي، الوثائق اللي طلبوا كاملين المطلوبه جبتهم لهم باش نكمل الملف ديالي. انا صافي كملت الملف، قلت صافي حتى انا اديت المهمه ديالي اللي طلبوني بها هيئه الانصاف والمصالحه. اللي هوت بحالي لتطوان، بقيت كنتسنى، جاو الناس اللي بحالي جاوهم بريات تعوضوا، انا بقيت كنتسنى البريه تجيني، ما جاتنيش، جالس واحد الفتره وقفوا، عاود جاو تعويضات مره ثانيه، ما جاتنيش البرا، طلعت عندهم عماره السعاده. سقسيتهم تما، قلت لهم انا معتقل وها الملف ديالي، ها الرقم ديالي، البريه اللي صيفطوا لي، ودابا شنو الاخبار ديال القضيه ديالي؟ قالوا لي تم طلعتي خارج الوقت المحدد. بوقاش ما نجي عندهم كيقولوا لي هذا الكلام هذا، بوقاش ما نجي كيقولوا لي هذا الكلام هذا بان طلعتي خارج الاجل. دابا هادشي هذا ماشي معقول، ماشي حق، ما يمكنليش نسمح انا في الظلم اللي تظلمت. كاتني انا التعويضات ديالي، انا كنطلب غير التعويضات ديالي بحالي بحال الناس، هادشي راه اثر عليا انا معنويا ونفسيا. هادشي حاليا انا في الساعه ديالي راني في الاعتصام اللي امام الساحه اللي قدام مجلس الاستشاري لحقوق الانسان، وانا في الاعتصام مفتوح، وقرار اذا ما كانت حتى شي حاجه غادي ندخل في المنع على الطعام الى حتى اخر مطاف، حتى نوصل لحقي، واذا ما كان شي حقي ما كاين مشكل، نضحي بعمري انا على حقي، نضحي بعمري بالاعتصام على الطعام، غير غنمسانا على الطعام تخرج مني كاع ما كاين حتى مشكل، لان عايش معذب، لان هذا العذاب اللي مأثر عليا ما كاين مشكل بالنسبه لي. اذا ما عوضوني شي يعاونوني واحد شويه، وما عطاونيش السكن، وما عطاونيش حتى الادماج، صافي ديك الساعه اللهم نموت حسن لي، نموت حسن ما بقى في هاد الحياه هادي. انا مأثر بزاف، مغير بزاف.